يقول: عندما نتحدث عن الردود والتحذير من أهل البدع، أول من يطعن به هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فهل من كلمة حق في هذا العالم المجاهد؟ على كل كلمة لا شك. أنا أذكر ولا الشيخ لا شك شيخنا والدنا، يعني هو يقول يا ابني وأنا أقول يا ولدي وأنا أقول يا أبتي، شيخ والدنا، وعشنا معاه سنوات طويلة جدا في المدينة. والله يا أخوان ما رأيت أعظم تثبتا وصبرا على المخالفين من الشيخ ربيع. يعني أحد المشهورين ولعلي أسميه عبد الرحمن عبد الخالق، وزميله كان 10 سنوات كل سنة يخلو به ويقول له يا عبد الرحمن هذا يطلع له كل الأوراق. هذاك يقول له خلاص أنا بإذن الله في الطبعة القادمة سأرجع، وما يرجع. سنة ثانية وكل سنة كان عبد الرحمن يجي المدينة والشيخ يدخله ويخلو به. السنة 10 دخلني مع بعض الإخوان الكويتيين، قال له يا عبد الرحمن كم سنة وأنا أوريك الملف؟ قال له 10 سنوات. قال لا هذه الآن 10 سنة 9 وهذه 10. قال له الآن إذا ما رجعت عن هذه الأخطاء سأستأذن والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأستأذن والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله في جدة، وقال يقينا سيأذنون لي، ثم سأنشر الرد عليك نشرا، لأنك أنت نشرت الكتب في كل مكان في الدنيا توزعونها توزيعا. قالوا أنا لازم أرد على كل أخطائك هذه، لكن أنا سأستأذن والله. قال له وفعلا قال له 2 شهر أمهلك، وهذول تلاميذك وأخوانك من الكويت يعرفونك ويعرفون كتبك، وهم أول من جاء ووزع كتبك أيضا هنا اللي هو إحنا كنا في الجامعة الإسلامية. فقال له أمهلك 2 شهر فقط، إن رجعت وأعلنت الرجوع كان بها، وإلا قال سأطير. وفعلا ما كمل 2 شهرين وشوي راح للشيخ عبد العزيز، راح للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم نشر الردود وبدأ يرد على أخطاء عبد الرحمن. يا إخوان 10 سنوات والله الذي لا إله إلا هو. والناس اليوم إيش يقولون؟ يقولون هذا لا يكاد يسمع كلمة إلا يروح لا 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 لا، والله ليس هكذا، بل يعني أعظم غيرة منه على السنة والسلفية ما رأينا من أشد، بل تشعر بغيرته وسؤاله عن أحوال السلفيين في الدنيا كلها. هذا كله نعرفه، لكن أقول ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. دخلوا على عائشة رضي الله تعالى عنها بعض التابعين وقالوا يا أمه، قالت نعم، ألا تسمعين؟ إلى متى تسكتين؟ قالت وما ذاك؟ ألا تسمعين ما يقولونه في أبي بكر وعمر؟ بدأ السب، بدأ يسبون ينتقدون أبا بكر وعمر، جايين متحمس. تعرفون الشباب شباب ومتحمسين، فماذا قال؟ شوفوا الموقف ونتعلم يا أخوان. فورا قالت لهم وما ذاك؟ شنو الموضوع وشو؟ قالوا أما تسمعين يسبون أبا بكر وعمر، يطعنون في أبي بكر وعمر. على طول الحمد لله، أنا نقول لك يسبون أبو بكر وعمر وأنت تقولين الحمد. نعم. قالت الحمد لله الذي أبى إلا أن يجري لهما حسناتهما بعد موتهما. شوفوا العلم، شوفوا الفقه يا أخوان. فإحنا نقول يعني قبل الشيخ ربيع طعنوا في الشيخ عبد العزيز ولا لا؟ طعنوا في الشيخ محمد أمان. أما الشيخ محمد أمان فقد ناله الحظ الأكبر والنصيب الأعظم في السب والشتم، بل كانوا يقولون أن الشيخ محمد أمان 3 نجوم، إيش يسمونه؟ نقيب في المخابرات، والشيخ ربيع أبو خيط واحد، أبو دبورة واحدة. شوفوا التصنيف، والله يا أخوان هذا كله سمعناه وناقشناه. يعني سبوهم سب لا نظير له. فإحنا نقول الحمد لله. ناس والله إحنا نقول أنتم إذا فيكم القدرة والقوة
مؤلفات الشيخ محمد أمان وأشرطة الشيخ محمد أمان تملأ الدنيا، مؤلفات شيخنا الشيخ ربيع تملأ الدنيا. طلعوا منها خطأ في باب الاعتقاد، طلعوا منها خطأ في باب المنهاج، طلعوا منها خطأ في باب السنة. يقدرون؟ والله نتحداهم. لكن إيش يقولون؟ طعن عام، مباحث. إيش المباحث؟ أنا أذكر الشيخ رحمة الله عليه ابن غديان جو وقالوا يقولون أن هذا محمد أمان وما أدري من وهذا مباحث. قال يعني وش يقولون؟ قال يقولون مباحث. قال يعني وش مباحث؟ قال يعني يقولون أنهم مباحث حق الدولة. قال عجيب، وش فيها؟ رحمة الله عليه الله. قالوا في دولة ما فيها مباحث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون. العيون يعني شنو؟ قال هم تسمونهم مباحث؟ قال احنا في الشرع نسميهم عيون. المباحث يعني عيون، عيون للحاكم على ايش؟ المجتمع والبلاد والثغور والحدود كلها، يشوفون اي شر يخبرون. قال ضروري. قال اجل لو قامت لكم انتم دولة ما تبي تحطون مباحث؟ الان مثلا هم لو قامت لهم دولة ما بيحطون مباحث؟ ما بيحطون مخابرات؟ ها هذه مسكوا مصر الآن صحيح؟ ألغوا المباحث، ألغوا المخابرات، ما ألغوا، بالعكس راح إيش؟ يزيدونها لا شك. ما في مانع. والله إذا كانوا مباحث حق مثل الدولة اللي تحكم بشرع الله في السعودية، اللي إيران والدول أهل البدع وأهل الكفر كلهم ضدها، مرحبا بالمباحث يا شيخ. ها؟ قال الشيخ وش فيها؟ الله يا إخوان، احنا دائما كنا نقول لا ما هم مباحث. الشيخ قال وش فيها؟ وش يعني مباحث؟ وش فيها؟ حقيقة وش فيها؟ نعم.